يلا بقى انت لسه قاعده، هاتي كيلو دقيق كده وتعالي. يلا بينا نعمل شويه قراقيش حلوه قوي قوي قوي، هتنفع للفطار والعشاء. بصوا، عملنا ساده وعملنا بالعجوه. بصوا، مع كوبايه شاي بلبن، احلى فطار وعشاء. لو عايزه الطريقه والمقادير كملي باقي الفيديو. الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم طريقة القراقيش بتاعة الأفران. حلوة جدا، تنفع للفطار والعشاء، حلوة قوي قوي. دي نفس طريقة القراقيش اللي بنعملها للعيد. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. معايا هنا كوبايتين لبن، ممكن تستبدلي كوباية منهم بمية، يعني كوباية لبن وكوباية مية، بس أهم حاجة تكون دافية. معايا هنا كوباية ونص زبدة على زيت، أو كوباية ونص سمنة على زيت المتوفر عندك. معايا هنا 3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، كيلو دقيق. معايا هنا معلقتين كبار سمسم، نص معلقة صغيرة ملح، هناخد برضو ذرة فانيليا، يعني ممكن برضو نص معلقة صغيرة فانيليا. تمام. اول حاجة هنا هنخلط المكونات السايلة عشان نختبر الخميرة، عشان محدش يقع برضو في الموضوع ده يا جماعة. معايا هنا 3 معالق كبار سكر على كوبايه ميه وكوبايه لبن. انا عاملاها كده، عايزين تحطوا الكميه كلها لبن مفيش مشكله. ومعلقه كبيره خميره بتعادل كيس الخميره. تمام. هسيبها بس تخمر، هقلبها واسيبها تخمر على ما نكمل بقى الشغل في المكونات التانية. ما تقلقوش، عشان انا مجربه الدقيق بتاعي، فعارفه ان هو هياخد الكميه دي كلها. فلو انتي الدقيق مش مستخدمه قبل كده، يفضل ان انت هتحطي كوبايه ونص وتشوفي لو احتاج تاني هتكملي الباقي. تمام كده، دي على جنب، هنغطي عليها عشان نسيبها بس تتفاعل. ومعايا هنا بقى الدقيق، هنزل عليه بذره الملح، ذره بسيطه خالص، وهنزل عليه بالسمسم، وهنزل هنا بالفانيليا نص معلقه صغيره، واقلب كل المكونات الجافه مع بعض اهي. هنا لو عايزه تحطي شمر او ينسون، دي حاجه كلها اختياريه حسب اللي انت محتاجاه. انا هنا هكتفي بالسمسم بس كده امتزجت. في برضو ملحوظه تانية، الزبده على الزيت او السمنه على الزيت اللي هنحطها تبقى سخنه، ايديكي تقدر تستحملها، لان احنا هنبسها زي الكحك بالظبط. احنا عايزينها سخنه عشان بتدي نتيجه حلوه جدا. هننزل بقى بالباقي وهنبسه. هنا بقى هنبس كده، شايفين بنعمله ازاي اهو. احنا عايزين طريقه البس دي حلوه جدا، بتخليها مورقه كده وحلوه قوي من جوه، وفي نفس الوقت بتتشرب كل الزبده او كل السمنه اللي معاها اهي. بصوا، احنا هنقعد نبس فيها شويه كده حلوين عشان تبقى شبه حبات الرمل كده المبلول. هخلصها واوريها لكم اهو. بصوا بقت عامله ازاي اهي، كله اتشرب من بعض اهو، دي اتشرب من الزبده والزيت اهو. هنزل بقى هنا، بصوا الخميره ما شاء الله معايا متفاعله جدا اهي كده. الخميره شغاله نشتغل بيها، لازم نختبرها عشان ما نبوظش الوصفه كلها. هنلم بقى العجين. هنا ما بنعجنش كتير، يا دوبك بنلم. هنا خلاص العجينه لمت معانا. بصوا انا عايزه اوريها لكم، بصوا عامله ازاي، طريه وجميله جدا اهي. ده القوام اللي انا محتاجاه. تمام. هغطي عليها بكيس وفوطه اهي عشان تخمر. هسيبها لمده ساعه تخمر، وبعدين هنشكلها مع بعض اهي. خلاص بصوا خمرت معانا حلو جدا. هنهبط بس الخمران بتاعها دوت اهو، وهناخد حته وهنفردها دلوقتي. بصوا طريه وجميله ازاي.
هناخد بقى حته هنا ونفردها على شكل مستطيل بحيث ان احنا ما نهدرش في العجين. تمام اهي طريه معاها قوي. بصوا احنا مش هنفردها جامد، احنا عايزين سمكها وسط، ولا تبقى تخينه ولا رفيعه. اهي ونجيب القطاعه نعمل بقى ايه شكل القراقيش اللي احنا متعودين عليه. بصوا السمك هو ده السمك اللي احنا عايزينه، لان لسه هتخمر وهتستوي. هنحطها في الصاج يكون مدهون بزيت. ادي الصاج معانا. بصوا هنعملها شكل مستطيل ونقطع اهي. حلو قوي. بصوا احنا عايزين السمك كده، مش عايزين ارفع من كده عشان تبقى زي القراقيش اللي احنا بنجيبها من بره اهي. بصوا بنفردها شكل مستطيل، بنفردها بس حاجه بسيطه كده. احنا عايزين سمكها مش تخين قوي مش رفيع قوي، لان لسه هتخمر تاني ولسه هتستوي، فنعمل حساب كل ده. بصوا اهي. بصوا السمك اهو. هنقطعها بقى كده. بصوا نقسم دي اتنين بس عشان دي عريضه، ولا اسرع من كده. هكمل كل الكميه واحطها في الصاج اللي مدهون زيت. بصوا هنا بقى هنعمل جزء برضو محشي عجوه. فاكرين العجوه اللي احنا عملناها مع بعض؟ هنعمل بيها برضو اهي. خلينا كده. ودي العجوه بتاعتنا اهي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض من البلح الرطب اهي. هنعمل كده ايوه، هنقفل عليها كده. وهنا برضو نفس الكلام اهو كده اهو. بصوا بقى هنقفلها من هنا كده، هنقفلها كده اهي. نقفل عليها، نقفل عليها كويس جدا كده. بصوا اهي قفلناها كويس جدا. بصوا بقى نقطعها الحجم اللي احنا عايزينه. بصوا هنكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وادي التانية اهي بقطعها معاكم برضو اهي. قطعنا حتة منها. بصوا العجوة اللي احنا عاملينها جميلة ازاي وطرية جدا اهي بعد ما خمرت معانا. بصوا ادي الكمية بتاعتنا كلها. نحطها في الفرن درجة حرارة 200 لحد ما تستوي، وهي خلصت معانا. بصوا بعد ما طلعت من الفرن تحفة جدا جدا جدا. بصوا انا عايزة اوريها لكم من جوه. بصوا مستوية طرية من جوه مقرمشة من بره. بصوا التسوية. والعجوة برضو اهي. لو عجبتكم الطريقة لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.